نبدا كلامي بالصلاة والسلام على الحبيب واللي صلى عليه عمرو يخيب. خوتي وخواتاتي صليوا على رسول الله. القصة اللي جبت لكم اليوم قصة خيالية بالرغم من انها جاية من الواقع، ولكن الاحداث ديالها وداكشي اللي غيوقع فيها غادي يصدمكم بزاف، خصوصا هداكشي اللي غادي يوقع في الاخير. وحتى المثل اللي كينطبق على القصة ما غاديش نقولوا لكم في الاول حتى الاخر باش ما نحرقش به المراحل. الا كنتي اول مره كتشوف القناه ديالي ضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس باش دائما يوصلك كل جديد، وما تنساش بارطاجي الفيديو مع الناس اللي عزاز عليك. فبلا ما نطول عليكم على بركه الله نبداو الحكايه. في المغرب وبالتحديد في مدينه فاس كيعاود لينا واحد الساحر باللسان ديالو واحد القصه اللي وقعت ليه واللي ما عمره ما تنسى ليه. فاش واحد النهار جبد واحد الكنز اللي كان من اخطر الكنوز اللي جبد في حياته. كيقول ويعاود انه ما عمره ما قدر ينساه في حياته على غير الكنوز اللي كان جبدهم من قبل، لانه الساحر اللي كنهضروا عليه راه ياما جبد كنوز وكنوز. وللاشاره وباش نعطيكم غير نبذه على هذا الساحر، هذا الساحر كان من اخطر السحرة في الوقيته ديالو، كيف ما كيقولوا كيجمد الماء في البحر. كانوا عنده علوم خطيرة وسرية على العالم الآخر، وكذلك كان عنده خدام من ملوك الجن، وهذا الشيء اللي خلى أنه يكون معروف بزاف في ديك الوقيته ديالو. وبلا ما نقول لكم كان كيجي عنده غير شكون وشكون، غير الشخصيات الكبار اللي منهم مشاهير وزيد وزيد، وكان دائما كيستقبلهم في واحد المحل اللي كان عنده معروف بزاف. هذاك المحل من برا راه كيبان محل ديال بيع العطور والبخور وداك الشيء كامل اللي كيتعلق بهذا الشيء، ولكن الداخل كان عنده المكتب ديالو الخاص فين كيستقبل الزبائن ديالو اللي كيجيو على ود هاد الاعمال، يعني الاعمال ديال السحر والشعوذه الى اخره. وفي واحد النهار اللي غتبدا فيه القصه ديالنا غادي يدخل عنده واحد السيد. هاد السيد من الشكل ديالو والحاله ديالو كيبان فقير ما فحالوش، اللباس ديالو على قد الحال وكل شيء ديالو المهم على قد الحال. وفاش وصلت النوبه ديال هذا السيد اللي كانت المده ديال الانتظار ديالها اللي طويله بزاف، حيت كيف ما قلنا راه السحار كيجيو عنده الناس من فين ومن فين، وباش توصلك النوبه ديالك خاصك بزاف ديال الوقت. المهم دخل عنده والسيد كيبان مخلوع مستريسي، حالته حاله، الوجه ديالو صفر، مهم واحد الحاله اللي ما كتفسرش. وكان هز معاه في يدو واحد الصاك في الكحل. هضر معاه السحار هو الاول، قال لي شنو كاين تما ولدي ياك لاباس؟ مالك كتبان ليا ماشي هو هذاك مخلوع؟ ياك ما داير لك شي مصيبه اللي ماشي هي هذيك وجاي لعندي باش نعتقك منها؟ ايوا المهم جلس وعاود ليا شنو كاين. هو جلس السيد قدام السحار مسكين وهو كله كيترعد. قال ليه انا سميتي معاد، واللي جابني عندك يا شيخنا هو هذا الشيء اللي عندي في هذا الصاك، وانا راني بعيد كل البعد على هذا العالم ديال السحر والشعوذه، ولكن فاش حصلت هذه الحصله واحد الصديق ديالي هو اللي نعت ليا البلاصه ديالك وقال لي بانه انت زعما كتعاون الناس وكل شيء، عليها جيت لعندك مقصد. قال ليه السحر اياه ورينا هذا الصاك شنو فيه، شنو عندك فيه، شنو هو هادشي اللي خلاك باش تجي لعندي؟ بكل توتر هز معاد هذاك الصاك وحلو قدام داك السحار، حطوا ليه فوق البيرو ديالو وحلو وبدا كيجبد منه حاجه بحاجه. واول ما السحار طاحت عينيه على داكشي اللي جبد معاد من الصاك بقى حال عينيه وتصدم الصدمه ديال حياته، حيت كان كيشوف قدامه واحد المخطوطات اللي قديمه بزاف، واللي التاريخ ديالهم راه كيرجع لما قبل الميلاد، وزيد عليها شي كتوبه اللي حتى هما قدامين وكلهم مكولين، وزيد عليها كذلك واحد صنديقه صغيره اللي كانت عامره بالمجوهرات اللي كانت مصنوعه من الذهب والفضه، وحتى من تصميم ديال هادوك المجوهرات كيبانوا حتى هما من شي عصر اللي هو قديم بزاف. السحار هنايا بقى غير كيشوف وما مستوعبش هادشي اللي كيشوف قدامه. شويه وهو يقول لمعاد بلاتي. ناض السحار مشى للمحل اللي كان عامر بالزبائن واعتذر منهم كاملين وقال لهم راني جاني واحد الظرف اللي هو طارئ وما نقدرش نخدم معكم اليوم، فطلب منهم السماحه ومشاو بحالهم الكليان. ناض سد المحل ديالو كامل وعاد دخل عند معاد، قال ليه يلا ولدي دابا عاود لي القصه ديالك وكيفاش تطحتي على هذا الشيء اللي عندك في هذا الصاك. هنا جاوبو معاد وقال ليه اش غادي نقول لك يا شيخنا، انا راني من النهار عقلت على راسي وانا والديا ميتين وجده مسكينه هي اللي مربياني،
والديا مساكن راه كانوا ماتوا في واحد الحادثه فاش انا كنت يلاه تزاديت. قول كان في العمر ديالي واقيلا شي 3 شهور ما كاملاش. وهي هذيك بقيت عايش مع جدتي مسكينه اللي كان ما فحالهاش. هي مسكينه راه كانت كتخدم في الديور باش هكا كتقدر توفر لينا القوت اليومي. اما بالنسبه للدار اللي ساكنين فيها فراها كانت ديالنا، حيت جداتي كانت ورثها على الاب ديالها، وانا من نهار تزاديت لقيت راسي عايش معاها. اذا هذيك الدار كانت ديالنا وكانت منقص علينا بزاف ديال الحوايج بحال المصاريف ديال الكرا الى اخره راكم عارفين. ايوا مشات ليام وجات وبديت كنكبر شويه بشويه. دخلت للمدرسه قريت داكشي اللي قسم الله، وغير درت العمر ديال 15 عام غادي نخرج من القرايه. من واحد الناحيه حيت جده مسكينه ما كانتش باقا قاده تخدم وصحتها غدا وكتقلال، وزيد عليها حتى المصاريف ديال القرايه وداكشي ما كانش عندنا متوفر باش نزيد نكمل في القرايه ديالي. لهذا اضطريت انني باش نخرج من القرايه ونمشي نخدم على راسي باش نعاون جده ديالي مسكينه. ايوا بديت الخدمه وكل مره مره كتلقاني في السوق كنهز الصنادق ديال الخضره، مره كتلقاني كنتقدى الناس وكنتسخر ليهم، واللي دوروا معايا بها راه مزيان كتنفعني. مهم ما خليت فاش خدمت، وكنت كنمشي حتى عند المعلميه اللي كيبنيو كنعاون معاهم في نفس الوقت. هانا كنخدم معاهم وفي نفس الوقت كتلقاني كنتعلم منهم الحرفه. ومشات ليا موجات وانا باقي على هذا الحال، حتى لواحد النهار في واحد الليله مسكينه جده كانت زاد عليها الحال بزاف. مشيت جلست حداها كنطبطب عليها وكنعطيها الدواء ديالها وكنضحكها شويه بحال ديما باش تفوش شويه على راسها، حيت مسكينه راه موده وهي ناعسه في الفراش ومريضه. ايوا في هذيك الليله مسكينه بقات كتقول لي ايه ولدي ما كرهتش قبل ما نموت نشوف وليداتك وانت بدارك ونتهنى عليك، ولكن ولدي واقيلا ما غاديش نوصل لهداك النهار. هو من طبيعه الحال بقيت انا كنهضر معاها وكنقول لها لا جدان على الشيطان ما تقوليش بحال هكا، راه باقيه من الله طويله وباقي غتعيشي ان شاء الله وتشوفي ولادي. هنا مسكينه فين تنهدت وقالت لي يا ولدي شوف نقول لك واحد الحاجه، الوصيه راها ما كتقتل ما كتحيي، وانا بغيت نوصيك. وعافاك ولدي جلس وتصنت ليا مزيان اش غادي نقول لك. قالت لي شوف الا مول الامانه دا امانته، بالنسبه لهاد الدار اللي كنكتب في حياتي راني كتبتها لك بسميتك، واخا الدار ولدي كتشوفها قديمه وراشيه وحالتها حاله، ولكن ما تسمحش فيها، صلحها شويه بشويه وقادها، وان شاء الله الا بغى سيدي ربي تزوج فيها حتى نتايا ودير فيها وليداتك. ولكن عافاك ولدي ما تسمحش في هاد الدار، راه هي الحاجه الوحيده اللي بقات ليا من جدودي، وحتى انت غتبقى تشم فيها ريحتي وولادك يترباو في دار جدودهم. بقيت انا كنقول لها لا جده ما تقوليش بحال هكا على الشيطان، راه باقي ان شاء الله العمر طويل وباقي تشوفي ولادي ان شاء الله. صافي ما تبقايش تعاودي معايا هاد الهضره. هي هذيك مسكينه سكتات وبقات غير كتضحك. وفي هذيك الليله كل واحد مشى لبلاصتو ونعس. وفي الصباح فاش جيت نفيقها ونعطيها الدواء ديالها لقيت مسكينه جده توفات ومول الامانه دا امانته، الله يرحمها مسكينه في هذا النهار. وكانت هذه اكبر صدمه في حياتي، حيت جده هي الوحيده اللي عندي، هي عائلتي الوحيده، ودابا راني بقيت بوحدي. حزنت عليها بزاف لواحد الدرجه ما تصورهاش، وبقيت ايام وايام وانا غير سد عليا في هذيك الدار بوحدي. ايوا كيف ما كيقولوا الحياه تستمر، خاصني نرجع لخدمتي باش نلقى ما ناكل. ودازت ايام وايام وهنا راني وليت معلم في البني، يعني الحرفه كيف ما كيقولوا شربتها، وليت كنعرفها مزيان وكنخدم مزيان، ولا عليا الطلب وبداو الناس كيقلبوا عليا باش نبني ليهم، وليت كندخل واحد المصاريف اللي ما بيش، واحد البركه مزيانه اللي تعيشني. وهنا فين قررت باش نكمل نص ديني ونشوف شي بنت الناس اللي نتزوج بها وتعيش معايا وتونسني وندير حتى انا وليداتي. وبالفعل لقيت واحد بنت الناس تزوجنا والامور طيبه وكل شيء كان غادي مزيان، حتى قررت انني نبدا نصلح في هذيك الدار شويه بشويه كيف ما قالت لي جده الله يرحمها. فعلا بحكم انني انا وليت كنعرف نبني مزيان ولات الحرفه في يديا، قلت مع راسي بلا ما نجيب شي معلم اللي نضيع فيه الفلوس ونبقى نخلصو نهار بالنهار، علاش لا نجيب غير السلعه ونخدم انا بيديا. وبالفعل داكشي اللي درت، بديت كنصلح في هذيك الدار شويه بشويه، بديت
بديت بالحمامات هما الاولين اعزكم الله، من بعد الكوزينه، وشويه زدت البيوت واحد بواحد، حتى وصلت لواحد البيت اللي كان عندنا في هذيك الدار اللي ما كندخلوش ليه بزاف. هذا الشيء راه كان في يامات كانت جده عايشه ما كناش كندخلوا ليه بزاف، كان ديما كنحطوا فيه غير هذاك الشيء اللي ما محتاجينوش، هذيك الخرده اللي ما محتاجينهاش، اي حاجه ما بقيناش محتاجينها كنخبعوها في هذاك البيت. المهم دخلت ليه وخويته شويه بشويه، بقيت كنخرج داك الاشياء اللي فيه شويه بشويه، الحاجه اللي تصلح راني بعتها، والحوايج اللي ما يصلحوش صافي خويتهم من تماك ولحتهم. وبديت كنحيد في الزليج اللي كاين في الارض. الزليج اللي كان في الارض كان من هذاك الزليج القديم، كان الاغلبيه ديالو كتلقاه محفر، وهذيك اللي بقات زليجه كامله كتلقاها اصلا اللون ديالها بهات بزاف. يعني راه كنقول لكم دار قديمه، دار قديمه بزاف بزاف لدرجه ما تصوروهاش. صافي بديت كنحفر في هذاك الزليج حتى كنوصل لواحد القنت في البيت. هذاك القنت الضربه اللي كنضرب باش كنقلع هذاك الزليج كنسمع هذيك الضربه، كتحس بها بحال الا راه كاين شي حاجه لداخل، يعني كتحس بحال الا بحال الضربه اللي كتضربها في بلايص وحده اخرين ماشي هي نفس الضربه اللي كتضرب في هذاك القنت، كتحس بواحد الصداع اللي هو غريب. وشدني واحد الفضول، قلت مع راسي والله حتى غادي نحفر هنايا باش نعرف شنو كاين تما، باش حتى الا كان مثلا شي خويه نعمرها وهذا باش ما يخسرش ليا داكشي اللي غادي ندير من بعد. وفعلا بديت كنزيد نحفر ونحفر، وفي هاد الوقيته كنحس براسي كنعرق بواحد الطريقه اللي غريبه جدا، وكنحس بهذاك البيت بحال الا عامر بالصهد وبواحد الطاقه اللي غريبه بزاف. كنحس بواحد الاحساس اللي غريب، وواحد التبوريشه كتشدني وانا كنحفر وانا كنحس بالتبوريشه. مهم واحد الاحساس غريب، ولكن واخا هكاك والله ما قديت نحبس، حيت هذاك الفضول اللي كان فيا اقوى بزاف من هذا الشيء كامل اللي كنحس به. بقيت على هذاك الحال كنحفر حتى الفاس ديالي كيقيس ليا واحد الحاجه بحال الا تقول طحت في شي خشبه. المهم زدت كنحفر شويه، هو يبان ليا واحد الصندوق. هذاك الصندوق هزيته وجبدته وحطيته قدامي. في الاول بقيت مصدوم وغير كنشوف، ولكن من بعد قلت خاصني ضروري نحلو باش نعرف شنو كاين لداخل. المهم غير باش نقول لك شيخنا ونوضح لك، هذاك الصندوق من الشكل ديالو كيبان قديم بزاف، وعلى برا دايرين به واحد الحجيرات بحال اللون ديالهم غادي للحموريه، وعاد زيد عليها كان مسدود بسبعه ديال القفوله. باش ما نكذبش عليك كنت مخلوع لواحد الدرجه اللي خياليه، كنت مخلوع بزاف، ولكن الفضول ديالي ما قدرش انه يحبسني. هزيت هذاك الفاس اللي كنت خدام به وهرست به هذوك 7 القفوله كاملين، حيت راني ما قديتش نتسنى نهائيا. ومع الحله اللي تحل الصندوق كيبان ليا من على برا بحال الا عامر كله كتوبه. هذوك الكتوبه كانوا قدام بزاف، حتى من الوراق ديالهم كانوا راشين. بديت كنحيد هذوك الكتوبه واحد بواحد، ومن التحت بان لي انهم ماشي غير الكتوبه بوحدهم اللي كاينين، انما كاينين حتى مجوهرات اللي كانوا من الذهب والفضه وشي معادن اللي ما قدرتش نستوعبهم. وزيد عليها حتى داكشي اللي منقوش فيهم، وهداكشي ما عمري سبق لي شفتو في حياتي. وهادشي اللي قدامك شيخنا في هاد الصنيدقه ما هو غير شويه من هداكشي اللي كان في هذاك الصندوق. وزيد عليها حتى هاد المخطوطات اللي كانوا حتى هما داخل ديال هذاك الصندوق، حتى هاد المخطوطات هادو كيبانوا لي قدام بزاف. وحتى اللغه اللي باش مكتوبين راني كاع ما عرفتها وكاع ما فهمتش باينا لغه مكتوبين. اما بالنسبه لواحد الكتاب اللي كان محطوط في واحد الجنب بوحدو هذاك، فراه كان الجلد ديال هذاك الكتاب ما عرفتش هذيك الماده اللي باش مصنوع كاع نهائيا، ما قدرتش نفهمها ولا عقلي يستوعبها. فهنا شيخنا خديت ليه شي تصاور وجبتهم ليك، حيت راني ما زعمتش لا نقيسو ولا حتى شي حاجه. وها انت شيخنا ها هما التصاور باش تشوفهم بعينيك. فاول ما السحار طاحوا عيني على هذوك التصاور اتصدم الصدمه ديال حياته، قال ما يمكنش، حيت هذاك الكتاب اللي كان في التصاور اللي جاب ليه معاد راه كانوا تصاور ديال واحد الكتاب اللي اقدم كتاب على وجه الارض ديال السحر. وغير باش تاخذوا فكره على هذا الكتاب، فراه كان واحد الكتاب اللي عتيق بزاف وتكتب بالضبط في عهد سيدنا سليمان على يد اليهود.
هو من أخطر كتب السحر على وجه الأرض، لأنه فيه واحد العلوم اللي اختفت من سنين وقرون. هذا الكتاب كانوا فيه أجزاء كتيرة، واحد الجزء منهم كان كيهضر كيفاش تحضر الأنواع ديال الشياطين وكيفاش تسخرهم في الخدمة ديالك. وراه من المستحيلات أنه هذا الكتاب يقراه شي واحد اللي يكون شخص عادي وما يوقع عليه والو. خاصك ضروري تكون واحد السحار اللي عظيم وكبير بزاف وكتعرف شنو كدير. وبالنسبه لهذا الكتاب الا بغينا نحطوه مثلا في مرتبه مع الكتب الاخرين اللي ولينا كتسمعوهم ديال السحر بحال شمس المعارف الى اخره، هاد الكتب اللي ولاو دابا مشهورين وكلشي كيهضر عليهم، هذا الا بغينا نحطوه في مرتبه معهم، هادوك كيتسماو غير بحال تقول قريتي حتى الابتدائي وحبستي القرايه. ولكن بالنسبه لهذا الكتاب هذا كتعتبر خديتي الدكتوراه في السحر، يعني ستاج الاخر. ايوا نرجع لكم للسحار ديالنا فاش طاحت عينيه على هذا الكتاب. ما نعاودش لكم، بقى غير حال عينيه وما كرهش اليوم قبل من غدا هذا الكتاب يولي في الحوزه ديالو وبين يديه، حيت راه ما يمكنش، راه غادي يزيدوا واحد العلوم وغيزيدوا داك الشيء قوه فوق قوه اللي عنده اصلا، غيولي شي حاجه اللي بزاف، يعني غيولي اخطر سحار يمكن في العالم كامل. ايوا هنا فين شاف معاذ وقال ليه قول لي يا ولدي قبل ما تجي لعندي لهنايا واش هاد الهضره كامله قلتيها لشي واحد من غيري؟ قال له معاذ لا شيخنا نهائيا، هاد الهضره راني ما قايلها لحتى شي واحد، وحتى من هذاك صاحبي اللي وراني باش نجي لعندك فراه قلت ليه غير بلي انا مريض وكنشوف شي حوايج، هادشي علاش وصفتني لعندك باش تعاونني. وبالفعل شيخنا ما كرهتكش تعاونني، لانني من مور ما جبت هذاك الصندوق راني وليت كنشوف شي احلام ولاو كيوقعوا معايا شي حوايج اللي ماشي طبيعيين. فمثلا كنعس وكنبدا نشوف شي شكالات اللي ما عرفتش كيفاش نوصفهم ليك، ما هما انسان ما هما حيوان، وكنفيق دائما مخلوع وكنهج وكتلقاني ديما عرقان. وعاد زيد عليها فين ما ندور في الدار كيبانوا ليا شي خيالات ما كنفهمش شنو داكشي، واش انا كنحلم ولا انا في الواقع. وعاد زيد عليها مؤخرا انا والزوجه ديالي ولا بيناتنا الصداع والمشاكل بزاف، وما نكذبش عليك ما مرتاحش كاع نهائيا، حياتي ولات جحيم، وحتى من الامور ديالي حتى شي حاجه ما بقات ميسره، فين ما حطيت يدي كيتعكس، فين ما مشيت اي حاجه بغيت نقضيها ما كتكملش. من نهار جبت هاد الصندوق وانا حياتي جحيم في جحيم. وما نكذبش عليك واخا انا راني غير على قد الحال، وبالفعل ما كرهتش هذا الخير اللي لقيت يزيد بيا القدام، ولكن ماشي على حساب راحتي والخراب ديال البيت ديالي. انا الصراحه راني واحد الراجل اللي غادي غير جنب الحيط، ما قد لا على صداع لا على مشاكل. وهذا العالم انا راه زعما هذا الشيء ديال الجن والعفاريت ما بغيتوش كاع نهائيا، حيت انا راني ما قادش عليه. والصراحه بغيت غير نعيش هاني وبخير وعلى خير. سحار فين سمع هذا الشيء زادوا تحلوا عينيه وغرغروا، الطمع ديالو طلع لفوق زاد بواحد الدرجه اللي خياليه. وقال ليه شوف ولدي انا راني فهمتك، وهو بالفعل راه هذا الكنز اللي جبتي راه خطير وخطير بزاف، والجن اللي كان راصدو يعني الحراس ديال هذاك الكنز راه ما سهلش وما كيرتاحوا وما كيتهدنوا الا بالدم. بمعنى يا اما يقتلوا الشخص اللي جبد الكنز او يقتلوا ليه شي واحد اللي عزيز عليه، المهم هما ما كيرتاحوش نهائيا حتى كيرجعوا الحياه ديال الشخص اللي جبد لهم الكنز عذاب في عذاب. ايوا هنا معاد مسكين زاد تخلع وبدا كيترعد وكيقفقف، وقال للسحار ودابا شنو المعموله شيخنا شنو خاصني ندير؟ او هنا السحار قال لي ما تخافش ولدي ما تخافش، راك جيتي لهنايا للبلاصه الصحيحه وانا هنايا غير باش نعاونك. اول حاجه خاصك ديرها هو غادي نعطيك هاد القرعه هادي اللي فيها هاد الماء، وانا راني قريت عليه براسي. هاد الماء غادي تشدو وغترشو في هذاك البيت كامل، وخصوصا في هذيك البلاصه منين جبتي الكنز. وتاني حاجه واللي هي الاهم هو انك خاصك تخلص من هذاك الصندوق ومن هذاك الشيء اللي فيه في اقرب وقت، لانه هنايا راه الوقت ماشي في الصالح ديالك وراه خطر بزاف على العائله ديالك. خاصك ضروري تشوف شي واحد اللي تبيع ليه هذاك الكنز باش تعيش مرتاح انت وعائلتك.
ولكن المشكله دابا شنو هي انه لمن غادي تبيع هذاك الصندوق، حيت هاد العالم ولدي راه ما ساهلش، وباش تلقى الشاري اللي يشري من عندك وبلا ما تطيح في حتى شي مشكل راه صعيب وصعيب بزاف. وبما انك انت قصدتيني وانا الصراحه بنتي ليا ولد الناس وما بغيتش نرجعك بلا ما نعاونك في هاد المشكله ديالك، وانا راني قررت باش نشري من عندك هاد الكنز، وانا اللي غادي نتخلص منه ومن هذاك الشيء اللي فيه بالطريقه ديالي. حيت كيف ما قلت لك ولدي، الجن اللي كان حارس لهذيك الدفينه راه ما ساهلش، وكيبقى تابع اي واحد بقات في الحوزه ديالو هذيك الدفينه وداك الشيء اللي كان فيها لداخل. وما تهزش الهم ولدي، انا راه غادي نشري من عندك هذاك الصندوق بواحد الثمن اللي هو زوين، وان شاء الله غادي يكون كافي وكافي بزاف باش تبدا به حياتك. ومعاد مسكين منين سمع هاد الهضره طار بالفرحه، مشى كيجري وبدا كيبوس في يد السحار وكيقول ليه شكرا بزاف شكرا بزاف شيخنا، ما عمري ما غادي ننسى هاد الخير اللي درتيه فيا، والله شكرا بزاف. ايوا هي هذيك السحار ومعاد اتفقوا وقال ليه شوف ولدي يا معاد، اعطيني النمره ديال التليفون ديالك باش غدا ان شاء الله غادي نتصل بك باش نديروا البلاصه فين غادي نتلاقاو فيها، ونقول لك حتى الثمن ان شاء الله اللي غادي نعطيك في هذاك الصندوق. صافي هي هذيك تبادلوا النوامر ديال التليفون، وخرج من معاد من عند هذاك السحار وهو فرحان ومطمئن وبالو هاني، حيت السحار واخيرا قرر انه غادي يعاونو. والسحار حتى هو غادي يطير بالفرحه، حيت واخيرا غادي يحصل على واحد الكتاب اللي غيزيد من الشهره ديالو وغيزيدو في الخدمه ديالو بزاف، غيحصل على واحد العلوم اللي ما كانش كيحلم بهم في حياته. وشحال ما كان ديال الفلوس اللي غادي يعطي المعاد فهو راه غادي يربح اكثر منهم وبزاف، راه كنهضروا هنايا على ملايين وملايير، يعني ماشي فلوس اللي هي قليله. صافي هي هذيك لغد لي فعلا اتصل السحار بمعاد وجاوبوه سلام سلام. قال لي شوف ولدي، انا راني قررت باش نعطيك 12 مليون في هذيك الدفينه، وبصراحه انا قررت باش نعطيك هذا الثمن هذا كامل غير لانه بقيتي فيا وانت واحد الولد اللي يتيم، والصراحه القصه ديالك اثرت فيا بزاف، وبركه غير هذاك الشيء اللي داز عليك في الصغر ديالك ما بغيتش تزيد تكرفص مع هذا الكنز هذا. موعد منين سمع هاد الهضره كان غادي يطير بالفرحه، حيت راه هو بالنسبه ليه شنا هي 12 مليون راه ما عمرو كان كيحلم يشوفها حتى مجموعه، ما عمرو كان كيحلم يشوف حتى 2 المليون مجموعه، يعني هذا الثمن اللي عطاه راه بالنسبه ليه راه مزيان ومزيان بزاف. صافي هي هذيك قال ليه معاد، انا ان شاء الله غادي نكري واحد الطوموبيل اللي غتكون على قد الحال وغادي نهز فيها هذاك الصندوق، ودار معاه باش يتلقى معاه في واحد البلاصه. هذيك البلاصه كانت تقريبا واحد الغابه وما كان فيها حتى شي واحد، باش هكا يقدروا يتبادلوا هذاك الشيء ديالهم بلا ما يسيق لهم الخبر حتى شي واحد وما يشوفهم حتى شي واحد. صافي داروا واحد الوقيته باش يتلاقاو في هذيك البلاصه اللي قلت لكم. هي هذيك بالفعل السحار مشى هز معاه فلوسه، موعد حتى هو مسكين جاب هذيك الطوموبيله اللي على قد الحال هز فيه هذاك الصندوق ومشى باش يتلاقى بالسحار. وبالفعل تلاقاو في هذيك البلاصه سلموا على بعضياتهم. السحار خدا الصندوق اللي جاب ليه معاد دارو في الكفر ديال الطوموبيل، معاد حتى هو خدا هذوك الفليسات اللي جاب ليه السحار هزهم معاه في هذيك الطوموبيله، وكل واحد ديما راه طوموبيلته وشد طريقه. والاكيد انه معاد مشى فرحان بلا قياس، ومن هنا ما بقينا غادي نسمعوا عليه حتى شي حاجه، حيت معاد هذيك النمره ديال التليفون اللي كانت عنده هرسها وما بقاتش خدامه. وهذا الشيء لانه معاد طلع نصاب، وهذاك الشيء اللي كان في هذاك الصندوق كله كان مزور، هو اللي مقادو بيديه وزورو بواحد الطريقه اللي ما يقدرش حتى السحار انه يعرفوا انه ماشي حقيقي. ايها خوتي معاد طلع نصاب ونصب على هاد السحار في هاد الشيء كامل اللي قال ليه. معاد ما هو يتيم، ما هو مزوج، ما هو ربته جده، ما هو حتى شي حاجه من هاد الشيء اللي عاود للسحار، انما هو واحد نصاب اللي منه ما كان. وعاد زيد عليها حتى سميتو ما سميتوش معاد، الاسم ديالو بقى مجهول وما عرف حتى شي واحد شنو سميتو. وهاد البلان هذا اللي دار لهاد السحار راه كان معروف بها في وسط ديال الدومين ديال
الناس اللي كيخدموا في هادشي ديال السحر والشعوذه، حيت راه ما خلى حتى شي واحد وما دارهاش به في هذيك الوقيته اللي كان دارها بهاد السحار هذا النيت. ايوا والسحار ديالنا خدا اكبر تقوليبه في حياته. هذا علاش فاش كان كيعاود لينا القصه قال ما عمرو غينسى هاد الكنز هذا، حيت بكل بساطه ما عمر شي واحد دارها به كيف ما دارها به معاذ اللي في القصه ديالنا، حيت هو راه مولف، هو اللي كيديرها بالناس. ودابا جا هاد معاذ هو اللي دارها به. وكيف ما كيقولوا سيادنا الولا، طماع سرو كذاب، واللي كيطمع باش يديها كامله فراه كيخليها كامله. ايوا دابا فهمتوني علاش ما بغيتش نقول لكم المثل في الاول. ايوا حيت بكل بساطه كون قلتها لكم كون حرقت عليكم القصه من الاول، وكنتوا غادي تفهموا بانه القضيه كلها نصب في نصب. حتى لهنا وصلت القصه ديالنا. فإلا عجبتك القصه ما تنساش تضغط على زر اعجاب وتبارطاجيها مع الناس اللي عزازين عليك. وشكرا بزاف لحسن الاستماع. تهلاو ليا فراسكم، مع السلامه.